السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير، نتمنى تكونوا كامل بخير يا ربي. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل مهنيات وكامل سعيدات. فيديو تاع نهار اليوم راح نديروا مع بعضنا هذا الاكسسوار اللي كنت حطيته في العرس تاعتي، وكنت طلبته مني يعني في الانستغرام اني ندير لكم فيديو عليه كيفاش خدمته. راني جيتكم بفيديو راح نديره لكم بالتفصيل. بل الفيديو راح يكون شويه طويل، ولكن حبيت نشرح كامل النقاط وكامل يعني التفاصيل كيفاش يتخدم. لكن شتو يعني الفيديو طويل، تقدروا يعني تروحوا هذوك النقاط 3 فشط وديروا تسريع للفيديو هكا باش يفوت الفيديو يعني بالخف وما يديش بزاف وقت. اما بنات اللي يحبوا يعني يشوفوه كامل بالتفصيل، خليوه يعني كما راه وتفرجوه حتى للنهايه هكا باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل، وتاني باش ديروا هذا الاكسسوار. وتقدروا يعني اي وحده تقدر تبدع وتقدر دير اكسسوار كما تحبوا هي. نخليكم مع الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه طيبه للجميع. اول حاجه نبداو بالحاجات اللازمه باش نخدموا هذا الاكسسوار. هنا واش نحتاجو اولا السلك نحتاجو رقم 0.4 كما راكم تشوفوا. هذا هو السلك اللي نستعملوه. انا هنا استعملت اللون الفضي، نتوما تقدروا تخيروا يعني اللون اللي يعجبكم، سواء هذا الفضي ولا كاين تاني الذهبي. نحتاجو تاني هذوما، ونحتاجو هذا النوع تاني. هذا جاي على شكل حبيبات، وهذا جاي على شكل دمعة كما راكم تشوفوا. هادو ما يتباعوا بالميزان عند المحلات تاع لوازم الخياطة، يعني نتوما كما تحبوا تشريو. بالنسبة لهذا السلك ثاني راه متوفر يعني عند اللي يبيعوا لوازم الخياطة. اول حاجة باش نبداو بها، هنايا تاني خدمت هذا الاكسسوار، شوفوا كيفاش جاي. هذا مازال ما كملتوش، بعدك نكملوه، ولكن حبيت نشاركه معاكم. هذا نحطوه على جنب ونبداو في الاكسسوار تاعنا تاع نهار اليوم. اول حاجه واش نحتاجو هذا السلك. هنا راح ندير معكم اكسسوار تاع الجابين. نحتاجو تاني مقص باش نقطعو دائما السلك تاعنا. هنا بالنسبه للسلك لازم يعني كي تكملوا يعني تقطعوه ديما احكموه، سينو راح يتفتح معاكم هكا كما راكم تشوفوا. كي نحطوه بعد يتفتح. وهنا نجيو للسلك تاعنا راح نطبقوه على 2. انا هزيت يعني تقريبا نصف العلبه، خاطر نحتاجو يعني سلك يكون طويل بزاف هكا باش يجينا على سائر الجابين. كما قلت لكم راح نديرو اكسسوار تاع الجابين. راح نقصوه هكا، نقسموه على 2، نطبقوه ماشي نقسموه على 2 براحتي. هكذا ونجيو لهنا لهذه الجهه المغلقه. واش نديرو؟ انا عندي هذا الفتاق ولا اي حاجه يعني تكون دائريه هكا هنايا، ولا تقدروا ما بيدكم هكا ديروها هنايا هكذا ودوروا. اي حاجه يعني قلم رصاص ولا ملون ولا اي حاجه تكون هكذا يعني صغيره، ديروها هكا ودوروا هكا باش نتحصلوا على هاد البدايه. تقدروا يعني ما تشدوها هكا بيدكم وتدوروا يعني نفس النتيجه. فقط يعني باش تكون دائريه اكثر استعملت هذا الفتاق هنا هكا نلوي شويه الخيوط على بعضاهم، وبعد نجيو لجهه واحده. هذه الجهه الاولى وراح ندخلوا فيها خرزه. هذه هكا
وبنفس النتيجة نلويو. نلويو حتى نلحقو لهنايا لهذه نقطة التقاطع. بهذا الشكل نوصل لنقطة التقاطع. نفس الشيء نعاودو نحكمهم هكا كامل مع بعضهم ونلويوهم. هنا كما قلت لكم نلويهم خطرة واحدة هكذا، ونعاود نجيب نفس السلك نعاود ندخل فيه حبة تاع خرز بنفس الجهة اللي كنت درت فيها هذه نعاود ندير الحبة الثانية هكا ونديرها بنفس الشكل هذا كما راكم تشوفوا ونلوي. هكذا كي نحكينا لهاد النقطة نفس الشيء نعاود نلوي هكا مرة بهذا الشكل. هنايا نزيد نلوي شوية هكا ونحكي من الجهة الثانية هذه السلك اللي من هنا ونعاود ندير بنفس الشكل نحط حبة تاع خرز هكذا وندورها. كي نوصلوا هنا لنقطة الالتقاء ندورو خطرة واحدة هكا كنتكم في نفس السلك نعاودو ندخلو خرزة تانية يعني في كل جهة ندير زوج مع بعضهم هكذا كما راكم تشوفوا كل جهة نحط فيها زوج خرزات. كي نوصل هنا نقطة الالتقاء نحكم هكا في زوج مع بعضهم وندور. هنا كما راكم تشوفوا شوفوا الشكل كيفاش تحصلت عليه. من الجهه اللي من هنا راح نعاود ندير بنفس الطريقه ولكن نحط هادوما نرجع للسلك تاع الجهه اللي من هنا هذا من بدينا الاول نحط هاديه وبنفس الطريقة نلوي.
بهذا الشكل. نزيدو نديرو الجهة الثانية بنفس الطريقة. وبين كل وحده ووحده نلويو شويه سلك. هنايا نسيت ما لويتش، راح نلوي الاول ومن بعد نحط الخرزه. هنا نحكم هادو في جوج مع بعضهم هكا وندور. كاين هاد النقطة، نقطة التقاء هادوما الثلاثة هكا نحكم كامل مع بعضها وندور. هنا الشكل تاع الاكسسوار تاعي راه بدا يبان. راح نكملو كامل وراح تشوفوه يعني في شكله النهائي. كما راكم تشوفوا راني بديت نمشي يعني في الخدمه. شوفوا كيفاش راه بدا يبان الاكسسوار تاع الشعر كما راكم تشوفوا. هذا هو. انا هنا حوست نبسط لكم كل حاجه يعني وندير لكم بالتفصيل هكا يعني باش اي وحده يعني مبتدئه ولا تعرف تدير هاد الاكسسوار بكل سهوله وبكل بساطه. كما شفتوني يعني ما يديش بزاف حوايج. سورتو هادو الحدايد تشري هذا السلك هذا وتشري تاني هادو الخرزات هكا وتدير يعني الاكسسوار اللي يعجبك والطول تاني اللي يعجبك. كما هنا انا حبيت نديرو بهذا الشكل يعني بهذا الطول هكا كما راكم تشوفوا. هنايا في النهايه بقات لي هذا هنايا. راح نخلي هكا السلك يكون طويل شويه وفي الاخير راح نديرو بهذا الفتاق هكا يعني راح نستعمل هذه الدائره هنا باش يجيني كما يعني شفتوا البدايه هذيك كي بديتها بهذا الشكل هكا ونحكمها هكذا وندور يعني حتى نتحصل على هذاك الشكل الدائري. وفي الاخير يعني راح نستعمل البانس باش نحكم هذاك السلك يعني باش من بعد في الاخر ما يقعدش يدغج. وهنا كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الاكسسوار. عبالي ما جاش واضح دوك في الاخر راح ندير لكم صور واضحه بزاف. هنا كنت نصور وكنت نخدم فيه يعني في الليل. هنا نتوما كما حبيتو تحبوا يعني تحطوا هذه الحاشيه. كي رحت نصور ما لقيتش عندي هذيك الحاشيه اللي تجي
شفافة. كانت عندي غير هذا. المهم راني حطيته هكا يعني باش نوضح لكم فقط الطريقة تاع الاستعمال. تحطوا يعني الحاشية في الجهة اللي من هنا والجهة اللي من هيك هكا، وتحطوه يعني تحبوا تحطوه تستعملوه يعني في الجبين ولا تقدروا تحطوه حتى فوق الشعر مباشرة. انا هنا راح نستعمل يعني في الطريقتين، سواء تحب تحطوه في الجبهة ولا تحب تحطوه في الجبين. تاني تقدروا تستعملوا هاد المساسك اللي يجوا هكذا كحولة، تحطوهم هنا يعني وتثبتوا فيه بلا ما تستعملوا هذيك الحاشية. هكا كما راكم تشوفوا تثبتوا هكا يعني وتحطوه في شعركم. تاني تحبوا وقتهم تستعملوا الحاشية لكم الاختيار. وهنا هذا هو البنسل اللي كنت استعملته هنايا في النهاية هذه باش قصيت هذوك الزوائد اللي بقاو لي. هذا ضروري يعني لازم تستعملوه باش في الاخر يعني الخدمه تاعكم تجي نقيه وما يجيوش فيها يعني هذوك الاسلاك. وهنا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو. لكن عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بالجام، وهذا تقدروا ديروه يعني حتى مشروع مربح، خصوصا البنات اللي يحوسوا يعني يديروا مشاريع من البيت. هذا راه مشروع يعني مربح، تقدروا ديروه هكا وتديو الحوان تبيعوا ولا في صفحه في الانستغرام ولا في فيسبوك ولا وتبيعوا. يعني مواد اوليه متوفره وتاني رخيصه ما فيهمش بزاف، وتاني يعني خدمه اليد تكوني قاعده يعني وتخدمي خير من تقعدي. هذا هو يعني اكسسوار انا كنت خدمته هنايا للعرس تاع اختي. راح نحطه، راح ندير لكم في البدايه تاع الفيديو صوره يعني على الراس. وهذه هي يعني حبيباتي اللي كانوا قالوا لي ديرنا هذا الاكسسوار. راني درت لكم يعني بالطريقه مفصله، وان شاء الله تكون واضحه وتكونوا فهمتوا عليا الطريقه كامله. نتلاقاو حبيباتي في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. باي باي.